والجيش الملكي المغربي ومازيمبي الكونغولي. المجموعات يا جماعه في الكونفدراليه غير طبيعيه. فطبعا يعني هيبقى كان الله في عون بصراحه الاسماعيلي وانبي في بطوله الكونفدراليه. نعود مره ثانيه للنادي الاهلي ونعرف الاراء الفنيه للقرعه. كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن طارق. مساء الخير يا عبد الرحمن، ازيك؟ الحمد لله يا كابتن طارق، يعني موفقين ان شاء الله في مشواركم الافريقي. النهارده البدايه بالقرعه، شفتوها ازاي كجهاز فني؟ اكيد اتكلمت مع كابتن يوسف واكيد يعني عارف انتوا بتفكروا ازاي اكيد. فيعني ده كان حاجه انتوا محبذينها ولا مش محبذينها ان تبقوا مع الزمالك في مجموعه واحده؟ والله بص، ما فيش شك طبعا، يعني المجموعه طبعا اكيد مجموعه جامده ومجموعه فيها فرق قويه. الزمالك طبعا فرقه كبيره وفرقه كويسه، وطبعا فرقه اورلاند اللي طلعت مازيمبي فرقه طبعا اكيد فرقه مميزه. وبرضه اليوبار طبعا احنا لعبناها في المباراه بتاع السوبر الافريقي طبعا. فانا شايف ان المجموعه بشكل عام مجموعه قويه، يعني المجموعه اقوى من المجموعه الثانيه بتاعت ولكن في الاخر انت كنادي اهلي انت بتلعب على بطوله. يعني انا شايف ان يعني البطوله دايما شويه ما بيبصش قوي طبعا، يعني هو بيبقى تركيزه كله في البطوله ومنصب انه ياخد بالظبط. فجي معاه بقى مجموعه قويه، جه معاه مجموعه ضعيفه، وفي الاخر بيفكر انه ياخد بطوله. تمام. بدليل احنا السنه اللي فاتت مجموعتنا قويه جدا طبعا. معانا مازيمبي ومعانا الزمالك ومعانا تشيلسي، وفي نفس وخدنا الحمد لله اول وقررنا في الاخر بالبطوله. فانا متفائل بشكل عام يعني. برضو يعني مثلا ماتش الزمالك بتبصوا له ان هو برضو شويه وفر عليكم رحله افريقيه كان ممكن تبقى صعبه، ولا بتبصوا له ان هو لا يعني برضو الزمالك فرقه ثقيله فكان يبقى احسن لو كنا لعبنا فرقه ثانيه يعني اسهل شويه؟ بص، ما تحسبش كده. انت بتحسب ان الزمالك فرقه كبيره واكيد ديربي قوي جدا. انت لما بتلعب في الدوري او بتلعب في كاس مصر بتقوي يعني النتائج لحد كبير ما حدش بيقدر يتكهن بيها قبل المباراه. اوكي. بالعكس انت كمان لو بتلعب الزمالك، لو احنا خدنا بطن الزمالك ده يساعد الفرق الثانيه اللي معانا في المجموعه، ولو العكس الزمالك بالظبط ده اللي احنا لسه بنتكلم فيه فعلا. بالظبط. فانت بتلعب مباراتين في القاهره، يعني الاثنين على ملعبك سواء للزمالك او لينا يعني. انا زي ما بقول لك، انت لما بيحصل نتيجه عكسيه لاي فرقه من الاثنين سواء الاهلي او الزمالك، فده طبعا بيبقى شيء ايجابي جدا والاورلاند. تمام. فمن هنا بيجي صعوبه المباراتين يعني. تمام. انما طبعا لو في فرقه ثانيه يبقى انت بتلعب برضه الى حد كبير، يعني تبقى مستريح شويه، لان يعني اعتقد ان يعني كفرقه بتاعت الزمالك فرقه كبيره وفرقه عندها عناصر كويسه، واحنا شفنا البطوله اللي فاتت رغم ان احنا يعني الزمالك ما صعدش من ضمن المجموعه، انما البطوله كانوا صعبين جدا. هتعدينا المباراه الثانيه 1-1 ونقول لك كسبناها 1-0 الجونه بتيكا. شايف المباراه قويه، ولكن زي ما بقول لك يا عبد الرحمن، يعني النادي الاهلي بيلعب على بطوله، فحته انه بيبص للمجموعه قويه او ضعيفه، ان البطل دايما بيلعب على بطوله، فما بيفرقش قوي الفرق قويه او ضعيفه يعني. اخيرا يا كابتن طارق، مسعد عوض خلاص نقول مبروك يعني على النادي الاهلي خلال الساعات اللي جايه دي او الايام اللي جايه؟ والله فعلا في مفاوضات جاده مع مسعد عوض، وان شاء الله يعني هي في مراحلها الاخيره. اتمنى يا رب ان شاء الله ان يبقى في توفيق، وان شاء الله الولد يكون كويس ان شاء الله. يعني شايف انه ماشي بخير يعني، بس دايما نحطه في الوقت يعني السليم. مسعد جول كويس، ويعني متوقع ان شاء الله ان يبقى من الاجوان الكويسه في مصر، بس طبعا لسه يعني جول كويس في سنه. بالظبط مفهوم. لا مفهوم وجهه نظر ان شاء الله، ويتواجد معانا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اشكرك يا كابتن طارق، شكرا جزيلا. برضو خلينا نروح لوجهه نظر فنيه برضو بحته، من الوجهات النظر اللي برضو يعني فيها كره قدم كتير جدا وفيها خبرات سنين طويله. بعد شويه ماشي، خليها بعد شويه. فعموما زي ما كنت بتكلم على الكونفدراليه